زي ما قلت لحضراتكم في حلقه امبارح انه الايرانيين بيتعاملوا بتعالي وقلاطه شديده جدا. احنا عرضنا الفيديو يوم الجمعه بتاع مارك روبيو، وهو بيقول احنا منتظرين الرد الى النهارده. كان يوم الخميس بالليل، انتوا اكيد فاكرين، حصلت اشتباكات والناس قال لك الحرب رجعت وبتاع، ومفيش حاجه حصلت، الموضوع اتلم. ويوم الجمعه مارك روبيو طلع قال لك ان ايه، احنا مستنيين رد ايران النهارده. فالايرانيين ردوا عليه يوم الجمعه برضو وقالوا له لا والله مش بمزاجك، احنا بندرس وهنبعت وقت ما ننتهي. فما بعتوش لا الجمعه ولا بعتوا السبت. مش كده بقول لك، هم بيتعاملوا بعزه عجباني جدا. يوم الاحد انت مستنيها الجمعه وبتقول النهارده، عارف انت لو بيتكلم مع حاكم عربي من بتوع مع السيسي ولا مع حد، انا مستني النهارده، ما كانش ينام غير لما يبعتها له. لكن هم لا، والله انت مستنيها النهارده، طيب لما نخلص بقى، طب ايه رايك مش هنخلص بكره كمان؟ فالنهارده بعتوا الرد، وانا الحقيقه متاكد ان الرد الايراني فيه شويه ايه، فسافس. الايرانيين متاكدين تماما من لهفه ترامب على توقيع اتفاق قبل زيارته بعد غد الى الصين. النهارده كام؟ النهارده 10 صح؟ ترامب راح يوم الاربعاء، يوم 13. ترامب رايح يوم 13 يوم الاربعاء. فهو عارف لهفته على توقيع اتفاق، فيبعت له حاجات كده عشان ما تعجبوش، او لو عجبته يبقى خلاص انتهزنا الفرصه. لو ما عجبتوش بقى خلاص يبقى ايه، يطلع يعترض وياخد له وقت تاني. وهم الايرانيين رغم ان هم محاصرين، بس هم عندهم فكره القدره على تحمل الوقت، وان الوقت ليس في صالح امريكا. ده امبارح يا جماعه بعتوا، انتوا عارفين كاس العالم خلاص الشهر الجاي، امبارح بعتوا 10 شروط لمشاركه منتخبهم. احنا منتخبنا تبعت لنا التاشيرات، توفر لنا الحمايه، مفيش اي عنصريه، باعتين شروط لمشاركه منتخبهم على فكره في المجموعه بتاعت مصر. يعني احنا هنلعب، مصر وايران هتلعب لو ايران هي يعني فضلت لحد ما تكمل، يعني اصل في كلام على استبعادها يعني. فلا هم بيتعاملوا بآلات عجيبه جدا. عشان كده بقول لك انا لما اجي، يعني انا كعماد، عارف انت لما بتبقى حابب تتكلم عن ايه، انا حابب ان اتكلم على ايران يا جماعه، انا حابب اتكلم لانهم بيعملوا جيم كويس. وبس ملحوظه صغيره عشان بس الناس الفراحيس اللي هي بتصيب الواحد بالضغط والسكر والمراره. يعني انا بقول انا ضد ايران، اكيد انا ضد ايران في مشروع ايران، لكن لما ايران تحارب اسرائيل اكيد انا ضد اسرائيل. انت ضد ايران يعني انت مع اسرائيل. الناس دي بتاكل ايه؟ بتاكل بيبي يا جماعه. انا قلت اكثر من مره انا ضد ايران قبل ان تقوم الحرب بسبب مشروعها الطائفي اللي شغاله فيه. اما وان قامت الحرب فلا يستوي عندي هؤلاء الصهاينه مع هؤلاء، لانه دول في الاخر بيبقوا في الحج وانا بطوف بالكعبه كتفي بكتف الايراني، فمش ممكن اسويه بالصهيوني. فارجو ان تكون الامور واضحه، وتكون الناس اللي هي بتاكل بالبي دي تبقى يعني فهمت شويه. السيد مسعود يزبكبان، واسمه صعب عليا مش بعرف انطقه، بيقول لن ننحني امام العدو ابدا، واذا ما طرح الحديث عن الحوار او التفاوض فهذا لا يعني الاستسلام او التراجع، بل ان الهدف هو صون حقوق الشعب الايراني والدفاع عن المصالح الوطنيه بكل حزم. ترامب بقى طلع يتكلم على تاريخ تفاوض الايرانيين. انا قلت لكم قبل كده انه في مقالات قريتها مؤخرا حوالين تكنيك التفاوض الايراني. هم عندهم تكنيك كده لطيف حبتين. ترامب بقى هنا بيقول لك ايه، هم اللي بينقضوا الاتفاق. يعني الحقيقه الواحد احيانا بيبقى عايز ينفس عن نفسه ببعض الكلمات البذيئه، وربنا سبحانه وتعالى اداك المساحه دي على فكره، عشان بس تبقى الامور واضحه. لا يحب الله الجهر من السوء بالقول الا من ظلم. ربنا ما بيحبش ابدا الالفاظ اللي مش كويسه، بس اللي من ظلم ده بيديله.
فانت بتبقى احيانا محتاج فعلا والله تستخدم الالفاظ دي مع السيسي واعلامه ونظامه ومع كل ظالم. فهو ترامب اللي كان بيتفاوض مع ايران مرتين وضربهم، هو بيتهم ايران بانها هي اللي بتخالف الاتفاقات. الراجل ده ما زهقش بالكلام. على فكره يا جماعه، في ناس انا قابلت نماذج من كده في حياتي، عندها شهوه الكلام. يعني تجده في اي جلسه كده، هو مثلا الجلسه تقعد ساعتين، هو نفسه يتكلم ساعه ونص في القعده. في ناس بيبقى كده عندها شهوه الكلام. يعني انا اخلص الحلقه الساعتين بدي تعليمات لكل من حولي اني لا اريد ان اتحدث خالص. الواحد استنزف ساعتين بيتكلم. هو الحقيقه ما بيبطلش كلام وتصريحات متضاربه. النهارده نفسه، بس دي تصريحات يعني امبارح، النهارده طلع بتصريحات تانية وقال لك ان احنا يعني هنعمل اتفاق مع ايران، وانه ربما اعود للضرب خلال اسبوعين، اللي هو كل حاجه والعكس. انت يا حبيبي كل مراكز الدراسات الاستراتيجيه عارفه المأزق اللي انت موجود فيه. ترامب في مأزق طالع من نافوخه، فهو عايز يمضي اي اتفاق عشان يخلص. الوقت ده مش في صالحه، وفكره السيطره على الاسواق مش هيقدر يسيطر حتى بدعم اللوبي الصهيوني، لا على اسواق البترول ولا على اسواق الاسهم والذهب والمعادن. السيطره ليها حدود، فالوقت مش في صالحه، وعنده انتخابات في شهر 11 وعايز يجيب جون قبل ما يدخل الانتخابات، وعنده كاس العالم بعد اسبوعين 3. طب ايه رايك بقى؟ مش عارف انتوا جبتوا الخبر معايا، الحرس الثوري امبارح قلب الترابيزه عليه. الحرس الثوري امبارح طلع بيان بالليل بيقول لك ايه بقى؟ انه اي استهداف لناقله نفط ايرانيه مش هنسكت. انت فاكرنا فنزويلا؟ اصل فنزويلا اتاخد لها 3 4 وسكتوا. وزي ما قلت لك امبارح فنزويلا سلمت قدامكم الخبر اهو. امبارح فنزويلا سلمت اليورانيوم بتاعها. سلمت اليورانيوم بتاعها. فهم قالوا لا حلو، اي استهداف هنستهدف القواعد الامريكيه في المنطقه. وهنا الحقيقه الايرانيين زي ما بقول لك بيلعبوا الجيم السياسي اللطيف اللي بذكاء. طب ليه ما قالوش مثلا هنستهدف البحريه الامريكيه؟ ما هي البحريه هي اللي عملت هي اللي هتسيطر على السفن. لا، استهداف البحريه ده هيدي بونت لترامب. اصل انت مواطن امريكي تمام، وزعلان جدا من ترامب بسبب ارتفاع اسعار الوقود. بس لما السفن بتاعتك تتضرب هتنسى الحكايه دي، وتبدا تدعم ترامب في موقفه، وتبدا تطلعه انت من الحفره وتديله ايه؟ زقه للامام، ويلا بقى روح دافع عن امريكا USA. فالايرانيين لا، احنا مش هنضرب لك احنا هنضرب لك القواعد بقى اللي في المنطقه، اللي هو مش هنسيبها لك. جرب كده. على فكره انا مستني، يعني اكيد خلال مثلا بكره، احنا اخر حلقه نهايه الاسبوع بكره ان شاء الله، بكره ربما يكون في المعلم على البيان. الايرانيين يحركوا سفينه فيبدا الامريكان يعترضوها، فيبدا الضرب يحصل بقى على القواعد الموجوده سواء في الامارات او في الكويت او في قطر، قواعد العسكريه الامريكيه. لكن يبدو من تقديري ان ترامب هيدي تعليمات لحد ما يخلص الاتفاق. هو الرد الايراني زي ما قلت لكم في اول الفقره راح النهارده للباكستانيين، والباكستانيين بعتوا الامريكان. لحد هذه اللحظه اللي بكلمكم فيها لسه ما فيش اي مؤشرات صدرت، يعني لا موقع اكسيوس ولا مسؤول باكستان ولا حد قال ايه هو الرد الايراني. فعلى بالليل كده او بالكثير بكره الصبح هنعرف ملامح هذا الرد. هل يقبلوا ترامب؟ ممكن يقبلوا على استعجال ويبقى في توقيع الاثنين او الثلاث، بحيث انه يسافر يوم الاربع الى الصين وهو مخلص الملف ده. مين اللي بيعقرب الموضوع؟ النتن. اللي بيعقرب الموضوع النتن افندي، اللي هو على فكره يهود باراك امبارح
طلع تصريح، يهود باراك ده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، وكان رئيس أركان وزير دفاع وحد متطرف جدا. قال لك أنا لا أثق في نتنياهو 5 دقايق. قال لك أنا متأكد إن نتنياهو سيفعل أي شيء، وكرر أي شيء مرتين، anything مرتين. للبقاء في السلطة. فقال ربما قبل الانتخابات بيوم و2، يوم أو 2، حينما يتأكد أنه أوشك على الخسارة يضرب إيران، يعمل حرب. الراجل مش هيعيش غير بكده. نتنياهو بيعمل كل ما في وسعه للبقاء في السلطة، لأنه هو يعلم أن خروجه من السلطة هو خروج إلى السجن.